لو نفسك في اكله يكون طعمها حلو جدا وفي نفس الوقت تكون مختلفه عن الاكل التقليدي بتاع كل يوم، وتقدري تعملي منها كده وليمه غدا تكفي حتى لو اسرتك 7 افراد، يبقى عليكي يا حلوه وعلى صينيه الكباب التركي. وما تنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك للفيديو. يلا بينا نشوف الوصفه الجامده دي بتتعمل ازاي. في الاول خالص بتجيبي نص كيلو من اللحمه المفرومه، وطبعا لو ما عندكيش غير ربع كيلو لحمه مفرومه الوصفه هتبقى جميله وزي الفل. وهتحطي عليهم بصلتين وسط فرمنهم ناعم في الكبه، وكمان هتضيفي طماطميتين طبعا مبشورين. طبعا لو عندك المبشره طبعا بتاخدي الطماطم وتبشريها بيها، بتطلع زي الفل وبتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنضيف كمان معلقه كبيره من البقدونس المفروم. هتضيفي بقى الملح، فلفل اسود يعني معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره من البهارات المشكله، نص معلقه صغيره من بهارات اللحمه، وكمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر علشان بس ما نحسش ان اللحمه مكتومه معانا قوي. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس. وطبعا لو حسيت ان الخضار منزل كميه ميه كتيره او في كميه سوائل كتيره يعني ممكن تضيفي معلقه كبيره من البقسماط المطحون وتقلبيهم كويس مع بعض. هتلاقي العجينه مسكت معاكي وبقت زي الفل. تمام. وده خلاص العجينه كلها بتاعه اللحمه حطيتها كده في طبق تاني وغطيتها بقى ببلاستيك راب وهدخلها التلاجة ترتاح حوالي نص ساعه. وبعد كده جبت البطاطس، وهنا استخدمت 2 بس من البطاطس، وهبدا بقى اقطعها بالشكل ده. طبعا لازم نقطعها لشرايح، الشرايح ما تبقاش سمكها تخين قوي او رقيق قوي، عايزين سمكها وسط لان اللحمه ما بتاخدش سوا كتير في الفرن، فعلشان كده عايزين البطاطس تاخد السوا بتاعه اللحمه. وبعد كده بتجيب صينيه بايركس او اي صينيه موجوده عندك بتقضي الغرض، وهتحط عليها بقى معلقه سمنه او معلقه زيت. لازم تدهنيها كويس جدا من تحت علشان بس اللحمه ما تلزقش معانا في الفرن لما نيجي ندخلها او الخضار يلزق معانا او يتحرق معانا. بعد كده هنضيف البطاطس، وهتحطي على البطاطس معلقه كبيره من الزيت، وكمان رشه من الملح، وكمان رشه من الفلفل الاسود، وكمان رشه من البابريكا، وهتضيفي كمان بصلايه متقطعه لطرنشات بالشكل ده. هتقلبي بقى المكونات دي مع بعضها كويس بحيث ان الخضار يمتزج مع التوابل كويس جدا. وبعد كده بقى رصي الخضار كويس جدا في الصينيه، البطاطس مع البصل رصيهم كده بشكل ان هو يجي في الاخر متساوي. وبعد كده طلعي بقى اللحمه من التلاجة وابداي جيبي اللحمه وابداي بقى رصيها على البطاطس من فوق. طبعا ما بتاخدش وقت، بتجيبي قطعه كده وتحطيها وتبداي كده زي ما تقولي بتبططيها بايدك لحد ما بتجيلك بشكل متساوي زي ما انت شايفه كده. طبعا العمليه دي كلها ما بتاخدش وقت خالص، في دقايق بتكوني مخلصاها. تمام. بعد ما خلصناها بالشكل ده وسويناها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بنبدا نحدد بقى اللحمه من فوق ونعملها كده على شكل مثلثات. طبعا العمليه دي سهله جدا ما بتاخدش وقت لان اللحمه بتبقى طريه، فبتعرفي تحددي او تعرفي تعملي فيها الاشكال اللي انت عايزاها. وطبعا هنا كمان حبيت ازين صينيه اللحمه من فوق، فلو عندك فلفل حراق او فلفل اخضر بتبداي بقى تجيبيه وتقطعيه كده شرايح بالطول زي ما انت شايفه كده، وابداي بقى زيني بيها الفراغات اللي موجوده في اللحمه من فوق اللي احنا حددناها. وكمان كان عندي فلفل اصفر بدات برضو اقطعه شرايح زي ما انتم شايفين كده، وبدات برضو ازين بيه الفراغات اللي بتبقى موجوده في اللحمه. تمام. وكمان جبت طماطمايه وقطعتها لشرايح رفيعه وبدات برضو اوزعها على اللحمه من فوق. طبعا ممكن تسيبي اللحمه كده من فوق كده ما تحطيش اي حاجه فيها، لا تحطي فيها فلفل اخضر ولا فلفل اصفر ولا تحطي كمان فيها طماطم، وهتبقى زي وطبعا فاكرين الطماطم اللي احنا بشرناها في اول الفيديو كنت سبت منها معلقه كبيره، وطبعا كمان الطماطم كنت مصفيها من الميه كويس. فالخليط ده كله حطيت عليه معلقه صغيره من السمنه البلدي، عليهم رشه من الملح ورشه من الفلفل، وهتاخدي بقى الخليط ده وهتبداي بقى توزعيه على صينيه اللحمه من فوق. عايزه اقول لكم بيطر اللحمه جدا وبيديها في الاخر طعم جميل جدا. حابه تستغني عن السمنه البلدي وتحطي معلقه صغيره من الزيت مفيش اي مشكله. وبعد كده جبت بقى شرايح من الزيتون الاخضر او عندك شرايح من الزيتون الاسود بيبقى حلو قوي، بدات بس احطها كده في النص على شكل دايره. وطبعا بقى مولعين الفرن على درجه حراره 180. هناخد الصينيه دي وهنحطها في الرف الاوسط، بتاخد معايا حوالي نص ساعه وبتستوي وبتبقى زي الفل. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طبعا زي ما انتم شايفين العلامات اللي احنا كنا حاطينها في الصينيه من فوق لسه موجوده زي ما هي. هنبدا بقى نقطع كده قطع اوريكم شكلها عامل ازاي. تحفه. عايزه اقول لكم ريحتها بصراحه قلب الشقه كلها. والاكله الجامده دي اكلنا جنبها رز، عايزه اقول لكم كان طعمها حكايه لدرجه ان جوزي طلبها مني ان انا اعملها له مره تانية. بس بقى دي كانت نهايه الوصفه. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، وربنا يحسن ما بين ايديكم وبالف